السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. بالله عليكم يعني ربنا يخليكم لنا كده، اللي يشوف حاجة يقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دي السلالات الطيبة بتاعتنا، السلالات والأمهات بتاعت التحويل. دي أرنب محترم، أرنب زي ما أنت عايز تقول فيه، قول عملاق، تقول سلالة، تقول مش عارف إيه. أنا كل الكلام ديت على راسي من فوق، لكني أقول لك دي أرنب مزارع بركات، سلالة مزارع بركات، يعني تحويل، يعني خصوبة، يعني مناعة، يعني أمهات 10/10. دي أم يا جماعة، ماشي، مش كبيرة والله العظيم عشان أقول لكم. الأم دي والدة بطنين، والدة بطنين. الأم ده يا جماعة والدة بطنين أهي. أم محترمة، يعني أم لسه ما كملتش ال8 شهور والكلام من ده. في الأم ده بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعة، من المزارع من عندنا. ام بسم الله ما شاء الله، ام صحة، ام حي، في كل الكلام اللي انت شايفه قدامك، في الحاجات اللي انت مثلا المسميات والاشكال والكلام من ده كله ما تقتنعش بيه. اقتنع بام كويسة، اقتنع بام تديك لحم، اقتنع بام تديك صفة انتاج. فاحنا هنا مهتمين بحكاية اللون بتاع الام، مهتمين بحكاية اللون بتاع الام. خدت بالكم يا جماعة؟ مهتمين بلون الام، مش مهتمين باي حاجه تانية. هو ده اللي انا حبيت بس اعرفه لكم. اهتم يا جماعه، اهتم بالانتاج، اهتم الصفه الانتاجيه. عندنا ام ريكس سودا، من اعز الامهات اللي انا بحبها في المزرعه، من احلى الامهات اللي انا بحبها. ليه انا بحبها؟ هو بابا هو كده ايه، كل واحد وله حاجه كده في الالوان. انا الاسود ده بحبه زي ما بحب الابيض مثلا، انا شايفهم الابيض والاسود دي انا بحبه. اي ارنب ابيض واي ارنب اسود انا بحبه، الاتنين دول بحبهم. سبحانك يا رب. في واحد تلاقيه بيقول لك انا ما بحبش اربي غير لون كذا كذا، فانا طبعا ما بقتنعش بالكلام ديت. انا مش معنى الكلام اللي انا الام ديت عشان انا بقول لك انا بحبها انا مخليها، لا، مش كده خالص. الام دي لو ما بتدينيش انتاج والفتحه انا مخليها، والام دي لو ما فيهاش صفه تحويل مش هخليها. انا بحب الارنب الاسود على الصفه العامه، مش بحب الارنبه دي بس، لا، اي الارنب الصيفي يعني بحب اللون الاسود. بس لو الاسود دي مش بيديني انتاج مش هخليه، لو الابيض مش بيديني انتاج مش هخليه. خدت بالك؟ فهي قصه في كده. هي ام سودا عندي شغلها مية مية، زيها زي اي ام شغاله عندي، بس انا بعز الالوان السودا في الارنب. لكن اللون الاسود لو جه قصر معايا في اي يوم هنقول له يلا يا باشا، باي باي مع السلامه. انا عندي مزرعه بتصرف، عندي عماله، عندي كهرباء، عندي ايجار، عندي موال ابيض. خدت بالكم؟ في مش هنتمسك في ارنب عشان انا حابب لونه، لا، انا هتمسك في ارنب يديني انتاج، يديني تحويل، يديني شغل. هو ده اللي نتمسك فيه يا جماعه، هو ده اللي انا حبيت اعرفه للناس. يا كان اسود او كان بابيون، اي ارنب مش بيديني انتاج هنقول له معاه الف سلامه، نشوف غيرك، نشوف اللي نشتغل بيه، نشوف اللي انا هنمشي بيه، نشوف اللي انا هيديني تحويل لحم، هيديني ربح في اخر الدوره. هو ده اللي حبيت اعرفه للناس. يا ريت يا جماعه الناس تبطل مسميات، تبطل كلام على المسميات والالوان والكلام ده. اهتم يا عم بارنب يديك تحويل. يعني واحد يجي يقول لي مثلا ابعت لي سلالة مش عارف ايه، هنقول لك لو اللون اللي انت عايزه متاح عندي هنديهولك، مش متاح بقى ما تقوليش لا خلاص مش عايز مش عارف ايه والكلام من ده. انت كده بتزعلني، بتزعلني ليه؟ مش عشان انت مش هتاخد، لا، بتزعلني عشان انت متمسك بلون مش متمسك بصفة. يا عم اللي انا نديلك ده نديلك بما يرضي الله، خد الارنب بما يرضي الله، ان شاء الله يكون لونه ايه كده، بس يكون فيه صفة انتاج وصفة شغل. خدت بالك؟ تبقى انت كده تثبت للناس اللي انت كده ايه داخل مشروع الارنب وانت عايز تحقق ربح، مش داخل مشروع الارنب عشان تبقى عايز الوان معينة. بس يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.